هو صراحة، وأنا يعني قلتها قبل قليل مع الإخوان في الخارج الصحفيين. أنا أظن اليوم كانت كلمة السر هو رغم الكل كيعرف يعني قيمة المنتخب الكوري، لكن أظن كلمة السر واللي صراحة يعني طبقت يعني يعني بشكل كبير هو أنه لا يجب على لاعبينا أن يحترموا الفريق الخصم أكثر من اللازم. فريق اللي هو قوي، إمكانيات كبيرة تكتيكية فنية بدنية، وبالتالي كان الحل الوحيد أمامنا هو أننا لا نحترم يعني فريق الخصم. من خلال الإحصائيات، يعني من خلال الخمس مقابلات يعني السابقة، المنتخب الكوري تلقات الشباك ديالو 8 أهداف وسجل 11 هدف. طبعا حنايا لعبنا على هذه النقطة ديال أنه الدفاع ديالو ممكن نسجلوا عليه، وهذه كانت أظن هي نقطة التحول، على أننا نآمنوا على أننا ممكن نسجلوا عليه وما نخليوش أنه أو نتراجعوا للخلف، ويعني هذا ونتحملوا هذاك الضغط، لأنه هو هجوميا فريق اللي هو جيد. الحمد لله أنه يعني ولو أنه كنت يمكن قلق بعض الشيء باعتبار أنه ضيعنا في الشوط الأول يعني أكثر من 5 فرص للتسجيل في الشوط الأول لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وأولهم وهو هذا هو سلاحنا يعني في الملعب، هو اللاعبين اللي قاموا بمقابله يعني بطوليه، لا اللاعبين اللي بداوا المقابله ولا اللاعبين اللي دخلوا وكملوا الانجاز. انا اظن هذا موضوع كبير جدا، انه كيفاش ممكن تستثمر يعني هذا الانجاز يعني وتبدا يمكن واحد نقولوا واحد المرحله جديده من الاستثمار في كره القدم. الحمد لله انه اليوم مع هذه المجموعه هذه، ولو انه انا تكلمت على قبل يعني بدايه البطوله على كثير من الاكراهات اللي هي موجوده داخل الانديه واللاعبين اللي ما كانوش جاهزين 100%، وهذه ما زالت يعني موجوده. احنا عندنا هذه الاكراهات هذه اللي هي موجوده وانتم عارفينها، انتم يعني ادرى بها يعني ما يجري في الكره الاردنيه، وبالتالي فتنظن انه ما دام تحقق هذا الانجاز الا ويجب الاستثمار يعني في البنيه، اول حاجه البنيه التحتيه، الاستثمار يعني في تاهيل اللاعبين، يعني في تكوين المدربين على مستوى عالي، في الاهتمام بالفئات السنيه الصغرى. احنا اليوم كنشوفوا المنتوج يمكن اللي خدا يمكن اكثر يعني من سنه او سنوات باش نشوفوا موسى التعمري في الدوري الفرنسي. انا كنتمنى انه بعد 2 3 سنوات يكونوا عندنا يعني 5 من موسى او 6 من نور وكذا من رشدان، هذا نلقاو مثلا 4 5 لاعبين في الدوري الفرنسي، نشوفوا لاعبين في الدوري الانجليزي الفرنسي، لانه احنا لما كنشوفوا مثلا المنتخب اللي لعبناه اليوم اللي هو كوريا او اليابان، كتشوف القيمه ديال اللاعبين اللي هما موجودين وكينشطوا في الدوريات الاوروبيه، وبالتالي تنظن انه الهدف اللي يكون اليوم ويتسطر يعني يخطط له هو كيفاش غادي نكونوا ونخرجوا لاعبين من الدوري الاردني على ان اساس انهم يصدروا لدوريات اللي هي كبيره، وهذا كيبغي واحد البناء اللي هو شامل ومخطط، اللي يكون شامل يمس اول حاجه المدرب، اللاعبين، التدبير الرياضي والى غير ذلك.